وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. طيب، جزاك الله خير. 25 سنة. طيب، مر معنا في الدرس المتقدم موت أبي طالب، صح؟ وموت خديجة. وبعد 9 من سني رسالته مات أبو طالب ذو كفالته، وبعده خديجة توفيت من بعد أيام 3 مضت. هنا وتوقفنا، صح؟ إلى هنا، صح؟ وبعده خديجة توفيت من بعد أيام 3 مضت. ثم قال المؤلف رحمه الله: وبعد 50 وربع أسلم جن نصيبين وعادوا فاعلما. وبعد 50 هذا لم نأخذه، صح؟ وبعد 50 وربع أسلم جن نصيبين وعادوا فاعلما. بعد 50 أي مضي 50 عاما من ميلاده، بعد مضي 50 عام من ميلاده صلى الله عليه وسلم. وربع أي ربع السنة. السنة كم أشهر؟ 12 شهر، صح؟ ربع كم؟ 3 أشهر. جن أسلم يعني آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وبما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. جن نصيبين، جن معروف، نصيبين هذه منطقة في الشام، نحو الشام شمال الجزيرة. وعادوا فاعلما أي عادوا إلى قومهم منذرين، عادوا إلى قومهم منذرين، كما ذكر الله عز وجل في سورة الأحقاف. قال الله عز وجل: فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. هذا في الجن. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي أي قضى النبي صلى الله عليه وسلم قراءته في ذلك الوقت، وولوا رجعوا إلى قومهم منذرين. وكذلك في سورة الجن: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. فالجن أسلمت جن نصيبين
في هذا العام، وقد يعني جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرات وليس مرة فقط، فلذلك اختلف أهل السير متى يعني جاء الجن إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أي عام، ومتى أسلموا جن نصيبين، ومتى عادوا إلى قومهم يعني منذرين. فهذه يعني بسبب هذا الاختلاف كما ذكر أهل السير أنه بسبب أن الجن جاءوا مرات وليس مرة واحدة فقط، جاءوا مرات إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ويعني مجيئهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثابت، جن نصيبين. فقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يحمل مع النبي صلى الله عليه وسلم إداوة لوضوئه وحاجته، قضاء الحاجة وكي يتوضأ، إداوة فيها ماء. قال فبينما هو يتبعه بها فقال من هذا؟ قال أنا أبو هريرة. يحمل أبو هريرة إداوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من هذا؟ قال أبو هريرة. فقال ابغني أحجارا أستنفض بها ولا تأتني بعظم ولا بروثة. قال فأتيته بأحجار أحملها في طرف ثوبي حتى وضعتها إلى جنبه، ثم انصرفت حتى إذا فرغ مشيت. فقال فقلت ما بال العظم والروثة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال لأبي هريرة ائتني بأحجار لكي أستجمر بها بعد قضاء الحاجة، لا يوجد ماء. فقول أبو هريرة يعني أنه كان يحمل مع النبي صلى الله عليه وسلم إداوة لوضوئه وحاجته، يعني كان إذا ذهب النبي صلى الله عليه وسلم جاء بإداوة، وفي ذلك الوقت لم يكن معه ماء، ما في ماء، لا يوجد ماء. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي بأحجار، ونهاه عن أن يأتي بعظم أو بروث، ولا تأتني بعظم ولا بروثة. العظم معروف الذي في الداخل عظم، أي عظم. والروث معروف هو يعني غائط الحيوانات، غائط الحيوانات. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم كما يعني جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجي بعظم أو بروث. قال فقلت ما بال العظم والروثة؟ قال هما من طعام الجن. لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستنجي يعني العبد بعظم أو بروثة؟ قال هما من طعام الجن، جاء في الحديث الآخر لأنهما من طعام الجن. فيعني إذا يعني استنجى العبد بهما فإنه يلوثها ولا يستطيع الجن أن يأكلها. قال وإنه أتاني وفد جن نصيبين ونعم الجن، يمدحهم النبي صلى الله عليه وسلم، ونعم الجن. فسألوني الزاد أي الطعام، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم يعني الطعام، أن يعني يجعل لهم طعام، وأن يدعو الله عز وجل أن يرزقهم طعام. قال فدعوت الله لهم ألا يمروا بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليها طعاما. يعني قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يعني بمعنى ادعو الله أن ييسر لنا الطعام، أو قالوا نريد طعام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فدعوت الله، النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله عز وجل لهم ألا يمروا بعظم، يمروا بعظم، عظام يعني الحيوانات، عظام الحيوانات، إلا وجدوا عليها أو بروثة، إلا وجدوا عليها طعام فيأكلوه. فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستنجي
أن يستنجى بعظم أو بروث لأنها من طعام الجن، لأنهما من طعام الجن. يعني هذا في يعني صحيح البخاري. فمجيء الجن إلى النبي صلى الله عليه وسلم لاستماع الذكر واستماع القرآن في هذا العام، عام 51. قال المؤلف: وبعد 50 أي بعد مضي 50 عام من مولده، و3 أشهر وربع، أي و3 أشهر، يعني في العام 51 أسلم، أي أسلم، والأصل أسلم والألف للإطلاق، جنوا نصيبين، وعادوا فعلما، أي عادوا إلى قومهم، عادوا إلى قومهم لينذروهم كما تقدم معنا في سورة الأحقاف: إذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا لكي يسمعوا. وهذا يعني هو الواجب عند سماع القرآن، الإنصات، كما قال الله عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. فأنصتوا لسماع القرآن، الوحي الذي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أسلموا ثم رجعوا إلى قومهم، فأسلموا ثم رجعوا إلى قومهم ينذروهم، يعني يدعوهم إلى الإسلام التوحيد، ويحذروهم من الشرك. فلما رجعوا ولوا إلى قومهم منذرين قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم، إلى آخر يعني الآيات. ونصيبين كما يعني تقدم معنا منطقة في الشام، جهة الشام. قال: ثم على سودة أمضى عقده في رمضان، ثم كان بعده عقد ابنة الصديق في شوال، أي ثم تلا تلك الأحداث عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم على سودة بنت زمعة ابن قيس بن عبد شمس رضي الله عنها. أمضى أي رسول الله صلى الله عليه وسلم عقده، أي عقد عليها، تزوجها رضي الله عنها وأرضاها، وتزوجها بعد، يعني عقد عليها بعد موت خديجة بأيام، بعد موت خديجة بأيام. فلما توفيت خديجة رضي الله عنها، وقد يعني فضلها رسول الله صلى الله عليه وسلم على غيرها من نسائه، وكافأها النبي صلى الله عليه وسلم، أي خديجة، بأنه لم يتزوج عليها أحد، لم يتزوج عليها يعني امرأة حتى ماتت رضي الله عنها وأرضاها، لم يتزوج في حياتها غيرها. وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم تزوج خديجة وعمره 25 سنة،
وبقيت معه 25 سنة، إلى أن كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم يعني قريب 50 كما تقدم معنا. خديجة رضي الله عنها كانت يعني موتها في عام كم؟ العام 10 من يعني بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد 9 من سنين رسالته مات أبو طالب ذو كفالته في العام 10 بعد مضي 9، ودخل العام 10. ثم يعني وبعده خديجة توفيت من بعد أيام 3 مضت. فلما يعني توفيت خديجة رضي الله عنها وأرضاها، جاءت خولة بنت حكيم امرأة عثمان بن مضعون قالت: يا رسول الله ألا تزوج؟ قال: من؟ جاءت خولة بنت حكيم النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له: ألا تتزوج؟ قال: من؟ قالت: إن شئت بكرا وإن شئت ثيبا. قال: فمن البكر؟ قالت: ابنة أحب خلق الله إليك، عائشة بنت أبي بكر. قال: ومن الثيب؟ قالت: سودة بنت زمعة آمنت بك، أي أنها مؤمنة رضي الله عنها وأرضاها، واتبعتك على ما تقول. قال: فاذهبي فاذكريهما علي، فاذهبي فاذكريهما علي، اذهبي إليهما واذكري أن النبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يتزوج، يعني يتزوجهما سودة ويعني عائشة رضي الله عنها. فذهبت أولا إلى عائشة، أنه في خلاف من تزوج النبي صلى الله عليه وسلم الأول، سودة أو عائشة. ويعني كما رجحه يعني بعض يعني أهل السير أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني عقد على عائشة أولا، ولم يدخل بها كما سيأتي معنا إلا في المدينة، وثم عقد على زوج سودة وتزوجها، عقد على سودة وتزوجها. فذهبت يعني خولة بنت حكيم إلى بيت أبي بكر، فوجدت زوجته أم رومان، فأخبرتها فقالت: انتظري حتى يأتي يعني أبو بكر. فجاء أبو بكر فقالت له زوجته يعني أن يعني قد وعدت المطعم بن عدي لابنه، ذكرت عائشة للمطعم بن عدي لابنه. فذهب أبو بكر إلى المطعم بن عدي فقال له: يعني هل وعدتك؟ قالت: إنها تقول، ليس وعد، إنها تقول. فخرج أبو بكر وهو يعني فرح، فقال يعني لخولة بنت حكيم: أخبري رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتي. فجاء فعقد على عائشة، فعقد على عائشة. ثم ذهبت إلى سودة فأخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلني إليك ليخطبك عليه. قالت: وددت، أي أريد ذلك، ادخلي إلى أبي فاذكري ذاك له. وكان أبوها شيخا كبيرا، يعني عمره كبير، وكان قد تخلف عن الحج، كان ذلك في وقت الحج. فدخلت فعليه فحيته بتحية الجاهلية، فقال: من هذه؟ فقالت: خولة بنت حكيم. قال: فما شأنك؟ قالت: أرسلني محمد ابن عبد الله أخطب عليه سودة. قال أبوها: كفء كريم على النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا تقول صاحبتك؟ ماذا تقول سودة؟ قالت: تحب ذاك.
أي تريد. قال ادعيها لي، فدعتها فقال أي بني إن هذه تزعم أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب قد أرسل يخطبك وهو كفء كريم، أتحبين أن أزوجك به؟ قالت نعم. قال ادعيه لي، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فزوجها إياه. فجاءها أخوها عبد بن زمعة من الحج فجعل يحثي، أي يجعل التراب على رأسه، يعني حزن. وكان يعني قبل أن يسلم عبد بن زمعة، لماذا تتزوج يعني النبي صلى الله عليه وسلم؟ فجعل يحث التراب على رأسه. فقال بعد أن أسلم يعني عبد بن زمعة: لعمرك إني لسفيه يوم أحثي في رأس التراب أن تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم سودة بنت زمعة، سودة بنت زمعة. يعني عند ذلك تزوج النبي صلى الله عليه وسلم سودة بنت زمعة، هي أول، يعني بعد موت خديجة هي أول من دخل بها النبي صلى الله عليه وسلم. وأما العقد فعائشة عقد على عائشة لكن لم يدخل بها، ثم عقد على سودة ودخل بها في مكة، ومكثت معه لوحدها 3 سنين، فإنه لم يدخل يعني يتزوج بعد خديجة إلا عائشة وسودة، وعائشة يعني لم يدخل بها إلا في المدينة، وقد تزوج سودة في السنة 10 بعد موت خديجة بأيام، عقد على سودة ثم دخل بها صلى الله عليه وسلم، ومكثت 3 سنوات. ثم لما هاجر إلى المدينة دخل النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة، وسيأتي معنا أن تزوج النبي صلى الله عليه وسلم حفصة وتزوج غيرها يعني من نسائه صلى الله عليه وسلم. فسودة بقيت مع النبي صلى الله عليه وسلم لوحدها 3 سنوات. سيأتي معنا أنها يعني كبيرة، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي كبيرة، قيل عمرها 55. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بسودة وعمرها 55 سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم عمره كم؟ 50، يعني دخل في العام 51 زوجها. فلما كبرت سيأتي معنا أنها يعني أعطت نوبتها لعائشة، أي كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام كل ليلة عند زوجة كانت زوجاته، وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، 8 زوجات، 8 أو 9 ما أذكر بالضبط. يعني لما كبرت سودة صارت كبيرة في السن، يعني هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلقها، فلما علمت سودة بذلك قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: أنا يعني أعطي ليلتي لعائشة وأريد أن أبقى في عقدك، يعني زوجة لك، لأجل أن تكون زوجته في الدنيا وكذلك في الآخرة. ففعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم على سودة أمضى عقده في رمضان، ثم كان بعده عقد ابنة الصديق في شوال. أي يعني على هذا القول أن يعني عقد سودة كان قبل عائشة، ولكن تقدم معنا ترجيح أن العقد لعائشة كان قبل، ولكن الدخول بسودة كان قبل دخوله بعائشة. وكان عمر عائشة عندما عقد النبي صلى الله عليه وسلم عليها 6 سنين. 6 سنين. كم 6 سنين؟ نعم تاون. عندما عقد النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة
وكان عمرها 6 سنين. سيأتي معنا أنه دخل بها وعمرها 9 سنين. طيب نكتفي بهذا القدر إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.